سلام والنوى سد، سلام والنوى سد، وعشق ما له حد، وحب ليس يعرفه سوى الطير الذي يشدو. سلام والنوى سد، وعشق ما له حد، وحب ليس يعرفه سوى الطير الذي يشدو. أمانا ضعت ضيعوني على دروب الهوى مدوا، وخلون مطارحكم ألوذ من الهوى بضده. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج مرابعنا، هذه المرة أيضا مع الشعر الشعبي وإحدى شاعرات الجزيرة السورية ومن مدينة الحسكة تحديدا، كتبت الشعر الفصيح وكتبت لبيئتها ومنطقتها. أهلا بكم. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. عارفين بنفسك؟ خالصة المريخ، كاتبة أديبة شاعرة، أكتب باسم البنفسجة الباسمة، كنت ولا زلت. تكتبين باسم؟ البنفسجة الباسمة. البنفسجة الباسمة، أهلا وسهلا. اسم مستعار طبعا. أهلا وسهلا أخت باسمة. لماذا اختارت اسم مستعار؟ في البدايات كتبت بالاسم المستعار منذ البدايات، يعني منذ الدراسة المرحلة الابتدائية وبعدين المرحلة الإعدادية والثانوية، كان في بعض التحفظ من قبل الأهل، فكنت أكتب بهذا الاسم وأنشر على بعض المجلات. بدون ما يدرون طبعا أهلك إنه أنت تكتبين؟ بدون ما حدا يدري. طيب شلون كنت تنشري؟ أنشر بالجرايد والمجلات مدينة الحسكة. كنت تنشرين بهذا الاسم المستعار. طيب إمتى بدأت كتابات الشعر؟ واحكينا عن بداياتك. صراحة أنا كتبت باسم مبكر، يعني منذ المرحلة الابتدائية كان في تشجيع من قبل الأساتذة والمعلمات، وكملت مهرجانات المدارس، مهرجانات خارج المحافظة بالرقة بالدير، كنا نطلع وكنت أشارك. وبعدين بالمراكز الثقافية كل ما تصير أمسية كانوا يدعونا وأروح أشارك. كملت بهالمجال إلى الآن. إلى الآن. لماذا اختارت الشعر الفصيح؟ يعني أنت جبورية، ليش ما كتبتي مثلا بالجبور؟ تعرفين مشهورين بكتابة الشعر الشعبي، العتابة، الأبوذيات. ليش ما كتبتي مثلا باسمة؟ ليش ما كتبتي شعر شعبي؟ بصراحة أنا أحب اللغة العربية الفصيحة وأجد نفسي فيها، يعني هي تعبر عني وأنا أعبر عنها. الكلام الفصيح له مدى أكبر، له معنى. أكيد كلمة ممكن تعبر، يعني جملة تعبر عن أفق، بينما الشعر الشعبي الكلمة تعبر عن نفسها فقط. أضيق تحسينه؟ طيب بداية قبل الزواج وقبل ما تستقرين، لما كنتي مثلا بفترة الشباب، كيف تعامل معك المجتمع كشاعر صراحة؟ والله بي ناس مختلفة، يعني في ناس شجعوا على هذا الشيء، في ناس حبوا هالأمور هاي، في ناس لا رفضوا. يعني الأهل والأقارب معظم يعني كان عندهم تحفظ، بس أنا يعني كملت، حديت الكل وكملت، وما في شيء غلط يعني. أكيد ما في شيء غلط. إيه، في بعض الناس عندهم تحفظ، بس أنا كملت. أي مهرجان يصير، أي مركز يدعوني، أي أروح أشارك. كنت تشارك ولا زلت. طيب كلقاء تلفزيون هي أول مرة؟ لا، في عدة مشاركات، في جميل. أكثر من لقاء. طيب مشان نكسر حاجز اللبكة والخوف أو الرهبة، شو تسمعين بداية مما تحفظين بدون ما تستعينين، ولا ما تحفظين شيء من أشعارك؟ والله قليل أحفظ. طيب من القليل الذي تحفظينه. غسق أنا تاه في بيداء ليلك، جاب أحقابا غريبة، توهج ازدهر، أضاء مساحات عتمة، واصطلى حبا وانتشى عشقا في جنون صخب، لا يود الانتهاء في جذوة شوق، عانق كل السماء، ثم عاد كما كان، وحيدا غريبا، يلفه شجن، ترسمه ألوان وجد رقيقة عتيقة، وبسمات حزن يحفظ الحزن فيها طريقه. غسق أنا، وعلى ضفاف أضوائه التي تنكمش كعادتها، وحيدة حينا وتتوهج براقة حينا آخر. أجدني رغم انتظارات العقيمة أنتظرك،
رغم احتضارات الأمل أنتظرك، رغم كل شيء أنتظرك. جميل جدا، حلو. صراحة رغم كمية اللبكة والخوف، ولكن من الجميل جدا. طيب، لماذا يعني أين تجدين نفسك، العمودي أم النثري؟ بصراحة أنا أكتب الطريقين يعني. الشكلين من الشعر. أيوة. طيب، أين تجدين نفسك الأقرب إليك يعني؟ والله أنا أحبهم الاثنين، ويعني أكتب بالجهتين، بس الشعر الحديث لأنه غير مقيد بوزن وبحر وكذا، في حرية أوسع. في حرية أوسع، فأكتب فيه أكثر. كان صراحة ما لك أي تجارب شعبية نهائيا، حتى لو كانت نقبلها يعني؟ لا أبدا نهائيا. طيب، كان في عندك تحصيل دراسي أنت درستي؟ درست معي بكالوريا أدبي، ودرست فترة وكالة، كنت أدرس لغة عربية إعدادي وثانوي قبل الأحداث. طبعا بعد الأحداث وقفنا واستقرينا بالبيت. ربة منزل. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. طيب باسمة، المجتمع بشكل عام يشجعوك قسم، وقسم أيضا لم يتقبل المسألة، خاصة الأهل والأقارب. صراحة أثناء مثلا جلسات العائلة غيره، كيف يعني يتعاملون معك كشاعر؟ يعني يطلبون منك تسمعينهم مثلا بعد ما رضخوا الأمر الواقع، أو شافوك شاعر؟ والله بصراحة في ناس رافضة الموضوع شوي، عندها تحفظ، عندها بس إنه يطلبون مني بأي جلسة وقرأينا وكذا، لا. اللي يحب يسمعني مثلا يصير أي أمسية، أي حوار ثقافي، أي جلسة ثقافية أكون موجودة يجون يسمعون، بس ضمن جلساتنا العائلية والاجتماعية لا. ما حدث. زميلاتك؟ إيه، زميلاتي وصديقاتي أكيد. خالصة، كيف تنشر أشعارها، أو كيف إذا ما كان في منصة، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي تستعين بهن، تستخدمينهن؟ إيه بصراحة أنا عندي صفحة على الفيسبوك باسم البنفسجة الباسمة. هو صار يعني المتنفس لي بصراحة، خاصة بأوضاعنا الحالية ببلدنا، فصعب الروحة والجاية، المهرجانات قلت. أيوة، فاكتفيت بصفحتي على الفيسبوك. أحيانا يدعوني بعض الأصدقاء لبعض الجلسات، ممكن أروح. المهرجانات صارت قليلة. البيت الثقافي، المركز الثقافي أحيانا، بس يعني بالأشهر مرة، بالسنة مرة، فأكثر شيء على صفحتي أكتب وأنشر. طيب، تجربتك مع البيت الثقافي من فترة شفنا لك تجربة، احكينا عن هاي التجربة. من بداية البيت الثقافي دعوني، طبعا كلهم أصدقائنا وأهلنا، ما في حدا غريب، وطبعا أنا لبيت الدعوة وسعيدة جدا بمشاركتي معهم أكثر من مرة، وأكثر من مشاركة، وأكثر من أمسية، ولا زلت يعني أنا جاهزة لأي أمسية، لأي طلب، لأي دعوة، أنا موجودة. طيب، لو قلنا الخاصة مشان أيضا نكسر لسه حاجز اللعبة كمان كسر، لو قلنا الخاصة تسمعينا أقرب القصائد إلى قلبك، شو تسمعنا؟ كتبت قصيدة عاطفية وجدانية، أحب أقرأها وأسمعكم إياها. طيب. هي من الشعر الموزون. جميل، ويا ريت تعلين صوتك. تمام. أنفاسك تشعل آهاتي، وغيابك يحرق غاباتي، وملامح طيفك تأسرني، وتنام وتصحو في ذاتي. لا أنكر أنك لي قدر، لا أنكر أنك لي قدر، لي قدر، في ماضي عمري والآتي. يا من أشتاقك أغنية ترسم ألحانها كلماتي. يا من أشتاقك أغنية ترسم ألحانها كلماتي. عذرا يا سيد مملكتي، عذرا يا لهفة أوقاتي، يا نبضا يسكن أوردتي، يا جرحا مزق أشتاتي، يا بحرا أغرق أشرعتي، وتهاوت عندك راياتي. إني يا قاتل أحلامي أحببتك رغما عن ذاتي، وحملتك جرحا يؤلمني، وقرأتك لحنا بصلاتي.
لملم أوراقك يا رجلا، لملم أوراقك يا رجلا، يا رجلا، واخرج من كل مساماتي. الله. لملم شكرا. أوراقك يا رجلا، واخرج من كل مساماتي. واخرج من كل مساماتي. صراحة طريقة نزارية هي، ولكن جميلة جدا، وصراحة نقلتنا إلى شكل رائع وجميل رغم اللبكة والتوتر الواضح، اللي صراحة توتر واضح جدا عليك يعني. طيب، الكم الهائل من الشعر الوجداني هذا كتاباته قبل الزواج؟ أيوة. نعم، هاي قبل الزواج. قبل الزواج هاي القصيدة؟ هاي قديمة على فكرة. قديمة جدا. هاي تعتبر من البدايات. ليش هي اختارتيها بالذات يعني؟ هاي قريبة إلي، وبي يعني عدة قصائد تشبهها نوعا ما من حيث المضمون، قريبة إلي. طيب، خالصة طابع عام لكل شعر يعني. في شعراء يتميزون مثلا بطابع الحزن، شعراء بطابع الجدية، المدح. لو أخذنا خالصة، بماذا تتميز أشعار خالصة؟ ربما الطابع الوجداني العاطفي. الطابع الوجداني العاطفي. استمر بعد الزواج؟ استمر. إذن هي بعد من مرحلة الشباب استمر هذا الطابع. لماذا هذا الطابع تحديدا؟ المشكلة احنا مو مشكلة، بس احنا يعني عواطفنا تحكمنا لحد ما. الإنسان مو جماد، يعني المشاعر ممكن تتغير تتقولب بغير قالب، لكن المشاعر موجودة، الحب موجود، سواء كان حبيب ولا زوج ولا أخ ولا وطن ولا أرض. هي كلها مشاعر حب. كلها مشاعر حب، وكنا متمسكين بها، متشبثين بها مهما كانت. جميل جدا. طيب، الوجداني، خارج الوجداني، أين ترى خالصة نفسها؟ حاولت محاولات أخرى غير الكتابة الوجدانية؟ أكتب وجداني عاطفي، أحيانا أكتب وطني. كتبت شيء للوطن؟ ماذا كتبت للوطن؟ يعني يغلب عليها يعني الطابع الوجداني الحزين، بس هذا واقعنا يعني. هذا الواقع اللي احنا عايشين به، فيفرض علينا الحزن، الألم، الوضع المعاش اللي كنا نعاني فيه. ماذا كتبت للوطن؟ في قصيدة كتبتها لما هاي السفينة السوريين اللي هاجروا. جميل جدا. حتى العام الماضي هاي يمكن؟ لا، اللي قبله من سنتين يمكن، لما السفينة غرقت فيها أطفال ونساء. فيها أطفال ونساء سوريين، نعم. فهربوا من الموت إلى الموت، فأثرت بي كثيرا هذه الحادثة. كتبت يعني خربشات اسمعوها مني. احنا ما راح قبل ما نسمعها ما نقدر نوافقك انه خربشات، ولكن بعدها ايضا راح نقول لك اذا خربشات ولا حاله جميل. بحر يداعب شواطئ عمر مرتعش، ينفث غيظه أمواجا شرهة، تبتلع عقود الياسمين وطفولة المهد المعمد بالأسى، في قبلة الموت الذميم وضمة الموج اللئيم، حتى تلون البحر أرجوانا غانيا، وتصدره الموت عنوانا أوليا، شمس تشرق بلا صبح، فصباحاتنا غادرت تناثرت بسكون هاجرت، تبحث عن منفى في البعيد عبر متاهات الزمن العنيد، فأرضنا رفضتنا وإلى البحر ألقتنا، فكان الموج الحضن والمأوى واللحد والكفن مشردون عبر خرائط الزمن. نحن كسوريين مشردون عبر خرائط الزمن. يا سلام، جميل جدا، الله يعطيك العافية. إذا كتبتي للوطن أيضا كتابات جميلة، هي حالة إنسانية صراحة فيها إحساس وفيها شيء عالي. قليل ما يتذوق القصائد النثرية، يعني غالبا نحن شعب متعود على القصائد العمودية، تحسها أجمل لأنها مقفاة. غالبا ما يطلب منك قراءة القصائد العمودية ولا النثرية؟ يطلب مني القصائد النثرية ولا العمودية؟ الاثنين. مجتمعنا بشكل عام يحب هاي القصائد النمطية العمودية. صحيح. يحب يسمعها، يعني بحس انه أقرب. طيب،
كالواقع الشعري للمرأة في مدينة الحسكة، كيف تصفين الواقع الشعري صراحة؟ بصراحة واقعنا الشعري للمرأة مكبل جدا لإمكانيات المرأة بشكل عام. ما في تشجيع، ما في اهتمام، سواء من الجهات المختصة أولا ومن الشعب العادي عامة. المرأة الشاعرة في الحسكة في الجزيرة السورية مهمشة نوعا ما، قليل الاهتمام فيها، قليل تشجيعها. حتى إذا يعني نشوف أي وحدة شاعرة أو كاتبة يعني نستغرب وجودها. نعم، هي حالة استثنائية تعتبر نوعا ما، لأنها قليلة. ليش؟ لأنه ما باهتمام، ما بدعم من الجميع، سواء من الجهات المختصة أولا ومن الناس العاديين، من الجهات المقربة إلها من الأهل. في تهميش، في عدم اهتمام. طيب خالصة، بمن تأثرت؟ والله أنا أتأثر بكل كلمة جميلة، بكل عبارة مميزة. بصراحة أحب أقرأ الشعر الجاهلي، أحب نزار قباني، أسمع وأتذوق. أثر نزار على قصائدك واضح جدا يعني. طيب، من ترين أقول عراب أو معلم خالصة الذي دائما تنظر إليه في عالم الشعر؟ والله بأسماء كثيرة، يعني أنا بدي أذكر اسم معين بس أرجع وأعيد. عادي، نقدر نذكر كل الأسماء اللي نحس أنا ما أتأثر بالكلمة الجميلة، العبارة المميزة. وشعراءنا كسوريين وشعراء العرب كثيرين، ما في داعي أذكر، لكن يمكن نزار قباني يعتبر مدرسة شعرية. يعني استفدت منه كثيرا. أحب أقرأ، أفضل نزار قباني ومدرسة نزار قباني الشعرية. جميل. كمرأة من الشاعرات على الساحة المحلية العربية، من تعجبك من الشاعرات؟ يعني تحبين تقرأي لها، تسمعينها، أو تتمنين تكونين مثلها؟ ما باسم معين، أقرأ كل شيء جميل، سواء شاعرة أو شاعر. الكلمة الجميلة هي التي تستهويني، بدون تحيز أنه مرأة أو رجل، بغض النظر بغض يكون مرأة النظر، أو لا. رجل. طيب، في البدايات، لما كنتي بدايات كتابتك أو مقتبل العمر، يعني خالصة، دائما كل شخص منا تكون له انطلاقة. الانطلاقة هاي سببها موقف، قصيدة، ما هو أين الحافز أو المنطلق لخالصة؟ يعني ما موقف معين، بس أنا كنت صف سابع إعدادي، كنت لي عدة محاولات في البدايات في الابتدائي، بس يعني كانت محاولات خجولة نوعا ما. بس بدايات المرحلة الإعدادية كان لدينا مدرس عربي، أذكر اسمها كوثر الليجي، تحية إلها، هي عزيزة جدا علي. تحية من هذا. فأكثر من مناسبة كنت أكتب وتقرأ لي وشجعتني، فيمكن هي اللي لها الفضل، لأنه هي اللي لاحظت أنه في تميز بكتاباتي، هي اللي شجعتني وقدمتني لأسرة المدرسة بشكل عام، وبأي مناسبة، بأي مهرجان، بأي كذا كانت ترشحني، واستمريتي. طيب، نسمع شيء؟ شو تسمعين؟ طبعا بالمرة الماضية سمعنا نثري، نسمع هاي المرة عمودي، قصيدة إنسانية يعني تهم البلد بشكل عام والوطن والإنسان، يعني طابع وطني وإنساني وجداني نوعا ما. طيب. أرى الخابور ظمآنا، متى بالماء يلقانا؟ أرى الشطآن ذابلة، تبث الكون أحزانا. أرى أمي على شجن، تخيط الحزن فستانا. أرى أمي على شجن تخيط الحزن فستانا. جميل. أرى كلي يغادرني، فكل الكون أشقانا. متى نرسو على زمن وننسى كل ما كان؟ هلموا يا بني قومي، نعيش العمر أخوانا، ونزرع دربنا شغفا وزيتونا وريحانا. تعالوا عشقنا دوما يضيء الكون ألوانا، ونحيا دون ما وجل بهذا الود أزمانا. تراب الحب يغزلنا عناقيدا وأغصانا، وطيب الأرض وحدنا، وصوت الشام نادانا.
هي الأوطان في دمنا وتبقى في محيانا، يظل الشعر يا بلدي لنا مجدا وعنوانا، أنا السوري في لغتي يصير الحرف مرجانا، أنا السوري في لغتي يصير الحرف مرجانا، أنا السوري في لغتي يصير الحرف مرجانا. يصير الحرف مرجانا. جميل جدا، الله يعطيك العافية. كتبت أصبح كثيرا للوطن ولسوريا، إذن هاي صار المرة الثانية نسمع للوطن. طيب خالصة، بعد الزواج لقيت مشكلة متابعة كتابة الشعر ولا؟ لا بالعكس، بعد الزواج كان في تشجيع من الناس اللي حوالين، ولو ما كان موجود هالتشجيع يمكن ما استمريت بصراحة. والحمد لله في تشجيع، في دعم، يعني إلى حد ما، يعني حسب المستطاع. استمراريتك يعني ما صار في ضيق بالوقت بالنسبة لك، يعني ما صار في مثلا أطفال وتربية وهاي ما بعدك شوي عن الشعر؟ بالعكس، يمكن قبل كنت أدرس، يعني كنت أشتغل ملتزمة بعمل. بس بعدين وخاصة بالأحداث الأخيرة التزمنا البيوت، فصار الوقت أوسع. تحسي أنه صار عندك مجال أكثر، كتاباتك أكثر بعد الزواج أكثر؟ طيب إذا قلنا آخر ما كتبتي عن شنو كتبتي؟ يمكن كتبنا عن الواقع، عن الإنسان بشكل عام، عن العاطفة الإنسانية، عن الحب. حشوف إيش آخر شيء كتبت. نتذكر عن شنو آخر شيء كتبت؟ طيب نشوف شنو آخر شيء كتبتي. بطقوس مقدسة وبكامل استسلامنا نتلاشى، برقصة خلود صوفية نودعنا، شمس احمر شفقها خجلا من احتضارات قلبينا، وبطعنات موت بطيء لا ينتهي بعد أن تسولا لحظة حب دون جدوى، تسولا زاوية عشق بلا جدوى، تسولا معزوفة أمل بلا جدوى، بل تروي قصة وأد معاشة يتجدد يسخر لا ينقرض دون جدوى. جميل جدا. شكرا، يعطيك العافية. لماذا تقصدين الكتابات أيضا القصيرة؟ لا يوجد نفس طويل أما أنت تقصدين الكتابة القصير القصائد؟ هي شعر التفعيلة، يعني تكون مكتنزة بالمعاني في أسطر قليلة، فيها ضغط، يعني تقدر فيها كم من العاطفة، كم من الصور في أسطر معينة، أسطر قليلة، أسطر قصيرة. حتى في العمودي خالصة شعر قصير. لماذا؟ أحاول أن أوصل الفكرة بأقل يعني عدد من الأبيات. ليش لا؟ يعني السرد الكثير ليش؟ إذا الفكرة تصل بطريقة أقصر. طيب طبعا أحيانا مشان نكون أيضا واقعيين، القصيدة الطويلة لا تعني أنها خالية من المعاني، هذا طبعا أكيد، أنا لا أنقص منها، لكن إذا الفكرتك توصل ببيوت أقل فليش لا؟ يعني هذا يكون أنت عندك تحاولين. أنا عندي فكرة معينة أحاول أوصلها. يحاول أغلب الكتاب أو الشعراء في الفترة الأخيرة الماضية التوافق مع التسارع أو قلة المتابعة، يعني الجيل هذا يشوفون أنه ما يقدر يشوف يعني أكثر من 30 ثانية هي حالات الوسائل التواصل أو دقيقة على حد أقصى، فيحاولون يكتبون ضمن هذا القالب. أنت أيضا تتجهين بهذا الاتجاه؟ لا أبدا. لا، أنا بس حسيت أنه الفكرة وصلت خلاص، مو ضروري يعني أقيدها بزمن معين ولا لا، أو بكمية يعني بيوت أكثر، لا، بس توصل الفكرة خلاص. يعني توصلين فكرة مو متقيدة بقالب الجديد اللي أغلب الشعراء صراحة قاعد يكتبون عليه، يعني يقول لك أنا أكتب ومضات أو يسمونها بعدة تسميات، إنه هاي الكتابات هذه تتوافق مع وسائل التواصل. المجتمع حاليا المجتمع الشبابي اللي لا يسمع كثيرا، حتى يعني مو بس ما يقرأ، لا يسمع كثيرا، حتى السماع يقول لك مو مستعد يسمع قصيدة لمدة 3 دقائق أو 5 دقائق. يعني بصراحة أنا أكتب أولا لنفسي، لما أكتب أي قصيدة أو أي خاطرة أو أي مقالة
أكتبها لنفسي أولا، بس حسيت أنها يعني الفكرة وصلت، مثلا المغزى منها يعني استوفى، قصيدة استوفت كل ما أريد أكتفي بيها، يعني مو ضروري أوسعها، مو ضروري أكثر الأبيات فيها، لا. يعني إذا شيء يخصني أنا مثلا، شيء لمسني، خلاص. مو يعني ما أكتب للطرف للمستمع إنه شيء يعجبه أو شيء على مزاجه أو شيء يكون بقدر معين، إنه خلاص بس زاد عن حده ما راح يكمل معي لأنه هو بده شيء قصير، لا. المهم شيء يرضي غروري أنا كخاصة المريخ، فيكفي. فقط تكتبي لنفسك؟ أكتب لنفسي أكيد، أولا أكتب لنفسي. نعم. وللمستمع اللي يحب يسمعني. طيب خالصة، أول ما تكتب القصيدة تسمعها لمن صراحة؟ لنفسي. بعدين للمستمعين، للمهتمين، للي يتابعوني، يعني ما بدون حدا معين. ما في حدا معين. مثلا احيانا في ناس يكتبون يقول لك والله انا في احد من اصدقائي مهتم بسمعه هاي القصيده قبل ما انشرها، اسمعه مثلا اختي، الاخوي، زميلتي، احد الشاعرات. انت في حدا معين تسمعينه؟ ابدا. لا، تسمعينها بس رضيتي اسمعها عنها؟ ايوه، وانشرها. تنشرين؟ يعني لي عده متابعين، وعندي اصدقاء كثر مميزين ومهتمين ولهم باع في الكتابه والقصيد والشعر. يعني ممكن أسمع منهم ملاحظاتهم، ممكن يعني أستفيد منهم طبعا، بس إنه في حدا معين أسمعه أول شيء قبل ما أنشر أو لا، ما في. طيب تتقبل خاصة الملاحظات أو النقد، مثلا إذا كان في مثلا كسر في الوزن بالنسبة للشعر العمودي، مثلا مصطلحات غير صحيحة، تتقبل هذه النقد؟ طبعا أتقبل بروح رياضية وما في أي مشكلة. طيب خالصة، طلب منك تكتبي شيء معين؟ طلب. كتبتي؟ مثل؟ مو موجود معي. شنو هو موضوع؟ بصراحة طلب مني مدح لشخص معين. ابن أختي طلب مني مدح لشخص يخصه، وفعلا كتبت له. طبعا سمعوا وعجبوا، سمعوا للشخص اللي مراد. بدون ما تعرفين الشخص مدحتيه؟ هو يعني معرفة شخصية، لا معرفة قوية، لا أعرفه يعني من بعيد لبعيد، بس هو يعني حكالي عنه، يعني سألته بعض الأسئلة، حاولت يعني أعرف بعض الأمور تخصه، فكتبت على هالأساس. مدحتيه بدون ما تعرفينه؟ بدون ما أعرفه معرفة شخصية قوية يعني تعرفينه فعليا؟ أعرفه، بس يعني معرفتي به محدودة يعني نوعا ما. طيب كتبتي غيره في المدح؟ لا. في العشيرة، في الأهل؟ لا أبدا. ليش؟ ما يعني احنا نحاول نكون ما نقيد نفسنا بعشيرة خلاص، احنا يعني نتعامل بإنسانيتنا، ما نقيد نفسنا انه احنا من العشيرة الفلانية، من العشيرة الفلانية، او من المحافظة الفلانية، لا. احنا يعني نتعامل بإنسانيتنا، يعني الشيء اللي يمسنا يعني كأي إنسان، يعني القضايا العليا، القضايا القومية هي أهم. كفينا احنا محاصرين ونقول بنفسنا قالب معين، كفي. طيب يعني أنت ترفضين القالب ضمن قالب العشيرة، ولكن لا ترفضين المدح؟ المدح؟ المدح في الشعر؟ لا طبعا، لا أرفض، لا. ليش أرفض؟ يعني أنت ترفضين مدح ضمن قالب العشيرة، أنه أنا أمدح فلان لأنه من عشيرتي أو علان، ولكن تقبلين المدح بأي شخص مو بالضرورة يكون من العشيرة؟ طبعا الإنسان إذا كان يستحق المدح، إذا كان عنده أعمال تستحق المدح يثنى عليها، ليش لا؟ يعني إلا يكون يخصني أمدحه أو أقبل إنه حدا يمدحه ولا إنه من عشيرتي، لا. تمام. احنا نلاحظ حاليا الشعراء حتى يعني اللي الموجودين على الساحة غالبا ما يكون فيه مع تفتح الشعراء معها يمدح بشكل عشائري أو بشكل خاص، يعني اللي خاص في عشيرته، صح؟ ممكن بي ناس، ليش لا؟ بس أنا بالنسبة لي لا. خالصة، ماذا تسمعون خالصة بعد الحوار؟ وأحس أنه صار في أريحية من أشعارها العمودية الجميلة، ماذا تختار لنا؟ تتمادى أحلامي دوما، تتجاوز كل المعقول، ونجوم تطبع قبلات في خد الزمن المقتول، تتراقص خيباتي قهرا
في كف الصبح المشلول، أوراقي ظمأ تشربني في كأس الحلم المخذول. أوراقي ظمأ تشربني أوراقي ظمأ تشربني في كأس الحلم المخذول. ما أقسى عمري يا زماني، أوجاع تبقى وتطول، تسمو أنغامي في شفتي بقصيد الأمل المجدول، وضفاف للحب بقلبي، للحب ربيع مبذول، للحب ربيعي مبذول. إذن كتابة تتسم بشكل وجداني بشكل عام، وأيضا كتبتي للوطن. ببقية تفاصيل الشعر الأخرى ماذا كتبت خالصة؟ كتبت شعر، كتبت وجداني، كتبت عاطفي، كتبت وطني نوعا ما، إنسانيا أكتب. تكتبين بجانب إنساني. طيب، قلنا قبل أنه كتبتي في المدح، كتبتي في أيضا كتبت خالصة شيء بعدين ندمت أنها كتبته؟ أبدا. ليش؟ ما حصل أنه كتبت شيء وبعدين ما حبيتيه أو حسيت أنه لا يرقى لمستوى خالصة؟ كل شيء أكتبه عزيز علي، ما في شيء كرهته، كل كتاباتي عزيزات وغاليات. جميل. أحيانا خالصة نكتب شيء بعد فترة نحس أنه هذا الشيء أقل من مستوانا، فنتمنى أنه كتبناه بالوقت الحاضر، مو بالضرورة كرهناه بمعنى كرهناه، أنا هذا ما أقصد. ممكن بداياتي أكيد تختلف عما أكتب الآن، أكيد حاليا يعني الممارسة لها دور، يعني الموهبة انصقلت نوعا ما أكثر، بدايات أكيد تختلف بالمستوى عما أكتب الآن، بس ماني ندمان على شيء. طيب، الآن كتابات خالصة لمن توجهها يعني غالبا؟ يعني لمتابعينها؟ وجهها للإنسان، للأخ، للحبيب، للصديق، للجار، للصديقة، للأم. دائما. ماذا كتبتي للأهل؟ كل كتاباتي موجهة للأهل. لأهلك. ما خصيتهم بشيء معين مثلا لأمك، لأحد؟ لا، ما خصيتهم في شيء. كتاباتي عاطفية وجدانية يعني تهم الجميع. طيب، لو تحكي لنا أيضا خالصة عن حادثة استهوتك وكتبتي لها قصيدة. بهاي قصيدة موزونة من الشعر العمودي. نعم. أحن إلى ديار تهيم الروح بها، ديار أهل العزيزات، تراب طهر ممزوج بطيبة، يسكنه عذب فراتي، مآق تائهات في حجرها، تناشد أحلى الصباحات، مواويل ليل وسمار، وأهازيج غاليات، روح تئن ظمأ لموطن، عزيز بأهله والحماة، على شاطئ الذكريات نخفو، طفولة وشقاوات، والليل يسكب مزون غربة، تفيض دموعا وابتهالات، يشعلنا حنين لا ينتهي، لحياة لا تشبه الحياة. لحياة لا تشبه الحياة. لا تشبه الحياة. طيب، خالصة كلمة أخيرة توجهينها مثلا للشاعرات، للبنات اللي عندهم محاولات يكتب الشعر، ماذا تقولين له؟ أقول إنه لازم يتشجع، يحاولن يكتبن، يقدمن إبداعاتهن، يعني مهما كان مستواهن، يعني الإنسان قابل للتقدم للتطور، فيعني الإنسان يقدم اللي عنده وإن شاء الله يعني بدها تتقدم، بدها تتطور. إذا ما قدمت وتابعت وتعبت على نفسها راح تظل مكانها، فالإنسان لازم يحاول ويجتهد على نفسه ويطور من نفسه لحتى الموهبة الموجودة عنده تتطور وتنصقل أكثر ويصير أفضل وأفضل. طيب، إذا قلنا خالصة، بماذا تودعين السادة المشاهدين؟ ماذا تختارين لنا كقصيدة ختامية للقائنا لهذا اليوم؟ عندي قصيدة للوطن، الشعر الحديث طبعا. موطني كان الأجمل، كان موطني
أروع الأوطان، صار بؤرة تيه ومرتعا لدخان، كل ما فيه يحترق.